من الناس قعدت تهري وتحرق في الفتره الاخيره، ويقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان الجمهور المصري خلاص فقد اهتمامه بالمنتخب، الجمهور المصري خلاص فقد تأييده للجيل الحالي اللي بقياده محمد صلاح. حابب اقول لك يا سعاده الباشا ان الجمهور المصري ايا كان مين اللي بيلعب بتيشيرت المنتخب هو هيشجعه. احنا نختلف ونتفق على محمد صلاح ونختلف ونتفق على الجيل الحالي، لكن يظل الجمهور المصري واقف في ظهر اي حد لابس تيشيرت المنتخب، وان شاء الله عندنا اقتناع ان احنا هنرجع بالبطوله النهارده عشان خاطر لقاء مصر وغانا. لقاء المفروض ان احنا عايزين نوري الناس كلها ان احنا بعد اللي حصل في ماتش موزمبيق ان احنا واقفين ورا المنتخب. مش هتفرج لوحدي، هاخدك ونروح نتفرج ونشوف جمهور منتخب مصر في كافيتيريا من امتع واحسن الكافيتريات الموجوده في مدينه الحمام، اسبريسو كافيه. افرجك على الجمهور المصري موجود في الكافيه من امتى، وعدد الناس اللي موجوده قد ايه، ولسه شعب مصر واقف ورا المنتخب. وان شاء الله برغم الاداء المستفز اللي عملناه قصاد موزمبيق هناخد البطوله. طولت عليك في الكلام، يلا بينا. قبل الماتش بساعه اسبريسو كافيه مليان، مفيش مكان تقعد فيه. منتخب مصر التشكيل الرسمي للمنتخب نزل خلاص. محمد شريف حارس المرمى، وقدامه عمر كمال، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي. في نص الملعب مني حمدي فتحي، امام عاشور. وفي الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش. تغييرات بسيطه في التشكيل بس هنشوف طريقه اللعب هل فيها تغييرات ولا لا. ان شاء الله باذن الله هنكسب غانا. قبل الماتش ب 10 دقائق النجم عبد الفتاح وصل يا جماعه، الراجل اللي دايما مخالف ماسك علم مصر وبيدور على علم غانا. احنا يعني بنعيش مع الفتاح ده لحظات غريبه جدا. انت ليه يا ابني كده؟ بالله عليك منتخب مصر شجعه. منتخب حدش يا باشا، منتخب مصر نشجعوه ايا كان اللي بيلعب. عليه الصلاه والسلام. يا باشا انت ليه كده دايما؟ يا جماعه الحمد لله الحمد لله، خلينا متفقين ان احنا مبسوطين ان انت بتشجع غانا، لان ده يؤكد ان احنا ان شاء الله النهارده هنكسب. ومعانا واحد زملكاوي برضه الناحيه دي قاعد على الشمال، ان شاء الله بيشجع غانا برضه. اي حاجه يعني الزملكاويه عشان تطلع زيزو يا جماعه، الزملكاويه كلهم يشجعوا غانا يا جماعه، عشان تطلع زيزو من التشكيل. الناس الزملكاويه كلهم يشجعوا غانا يا جماعه بالله عليكم. يعني اهم حاجه ان انت النهارده قلبا وقالبا مع البلاك ستارز. سيبك خلينا احنا مع البلاك ستارز. ايوه خلينا احنا مع علم منتخب مصر. ماشي يا باشا. رايك في النني يا باشا؟ هو ايه رايك في محمد صلاح كابتن الفريق؟ هو ايه رايك في المنتخب عموما؟ ما انا بقول كده، احنا بنشجع ده، العلم ده العلم ده هو ده اللي احنا بنشجعه. احنا مالنا ومال اللي بيلعب بيه؟ للاسف ما لقيتش تيشيرت غالي. الكافيه كله مليان يا جماعه، الناس كلها جايه تشجع منتخب مصر الا عبد الفتاح. كله بيشجع مصر الا عبد الفتاح كالعاده خالف طاعه. النشيد الوطني للمنتخب المصري. انت تبع غانا. الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. المايك اتكسر ويا رب الناس تبقى سامعانا اصلا. 11 دقيقه لعب، منتخب مصر ومنتخب غانا بيقدموا خراء كروي ما حصلش. تقريبا كده ماتش موزمبيق وكاب فيردي هيبقى امتع 100 مره من الماتش اللي انا بتفرج عليه ده. 12 دقيقه لعب مش اي حاجه خالص. لا منتخب مصر عارف يطلع بالكوره، ولا منتخب غانا عارف يفرجنا هو جاي يعمل ايه في البطوله. مش ملاحظ يعني ان احنا بدأنا نبدأ على ماتش موزمبيق. لا بالعكس، لا ماتش موزمبيق في اول ربع ساعة، أول 10 دقيقتين. أول دقيقتين تمام. جبنا جول، كنا ماسكين كورة. تمام. بعد ربع ساعة ايه اللي حصل؟ سيبنا لهم الكورة. وايه اللي حصل دلوقتي؟ لا احنا سيبنا الكورة من بدري. لا بس بدأوا بقى خلاص. لا والله ابدا. احنا بنحاول نسيب لهم الكورة وهم بيحاولوا يسيبوا لنا الكورة. احنا عايزين منتخب يلعب ضد الاثنين. والله يا جماعة ما مهون على الواحد كسر المايك والماتش الخرا خير الحاجات اللي بيقدمها اسبريسو كافيه. اقسم بالله بعد 22 دقيقة لعب ما شفناش كورة على الجول، والله كورة ما شفناش. 25 دقيقة لعب في الماتش المعفن بتاع ماتش موزمبيق. كان بعد 25 دقيقة على قد الخرا اللي شفناه كنا عارفين منتخبنا عايز يعمل ايه. كان عمال يحضر الكرة ما بين زيزو وهاني ونرميها لصلاح. صلاح كان معفن في الماتش ده مش مهم، بس كنا عارفين احنا عايزين نعمل ايه. النهارده 25 دقيقة ما حدش فاهم حاجة. فاول دي انذار. حتى عدت دوري لما لعيبه منتخب مصر يعني فاكره بالانجهام لعيب عشان بيقطع الشراب. ايوه كلهم عملوها مثلا، يعني قال لك لا بالانجهام ده بيقطع الشراب يا لعيب انا هطلع. لا يا عم هو اكيد التاني ما بيعملهاش، اكيد فيها حاجه علميه يعني مريحاه. والله هم بيقولوا بتخف ضغط على عضله السمانه. ايوه
ماشي. ايه ده اللي بيحصل ده؟ بس دي الناس اللي زي جريليش، كارلوس، الناس اللي هي بيسموها كده. لكن عمر كمان عبد الواحد ما عندوش سمان اصلا. بس بيضه حلوه. محمد صلاح كان ماسك الخلفيه بدري وزمانه قاعد في الارض دلوقتي. ان شاء الله اتصاب. محمد صلاح وقع في الارض. محمد صلاح وقع في الارض. محمد صلاح وقع في الارض. ايه هيطلع ان شاء الله. والله كان ماسك الخلفيه من بدري. خلفيه قلع الشاره. قلع الشاره. يا راجل اطلع من غير ما تعتذر اطلع. محمد صلاح خلفيه قد يكون اسعد خبر على الكره المصريه. اصابه محمد صلاح. دقيقه 45 خروج محمد صلاح ونزول مصطفى فتحي. بص تاني ايديه ازاي. بص عيده ماشي. شفت لم ايده ازاي؟ الشوط الثاني من لقاء منتخب مصر والمنتخب الغاني. المنتخب الغاني بيعمل الصح. عايز يبدا الشوط الثاني زي ما نهى الشوط الاولاني، ضاغط ومسيطر، يقتل بالثاني، يخلص اي حاجه ويضيع اي امل عند المنتخب المصري. ان شاء الله ده مش هيحصل، وان شاء الله نشوف شوط ثاني في اي كوره، في اي محاوله لعمل اي حاجه. هو مش هيسيبوا لنا الكوره زي ما احنا عملنا مع موزمبيق؟ مش المفروض لما فريق بيجيب جول بيسيبوا الكوره للفريق الثاني؟ ده المفروض. ما عندهمش دم. والله يا ناس قله ادب دي يا راجل. هو الله كنت بقول لهم يا جدعان هو اصلا ما بيعرفش يمسكها وهو لوحده. سيبوه. يلا اهو مش اوفسايد. جول. لا مش اوفسايد. مش عليه. مش اوفسايد خلاص. جول. لغايه دلوقتي ما كتبوش واحد فوق يعني لسه يا باشا. جول. ما خدش القرار يا باشا. جول. حسابها اوفسايد. انا قلت لك ايه؟ ازاي اوفسايد؟ انا قلت لك ايه؟ على مين اوفسايد؟ على مين يا عم؟ عيد طيب يا عم على حمدي فتحي كان طالع والله ما اشتركش في الكوره. اهي مبسوط كده؟ لا هو على يا عم دي من حجازي. هو حجازي مش حجازي لا مش حجازي. ايه يا عم حجازي والله. لا يلا مرموش. كوكا بيلعب في المنتخب من 2015. الله واحد من الجنة السخنة كنت من ساعة ما صلاح طلع مرموش بدأ يجري ومصطفى فتحي متحرك. شفت مصطفى فتحي كان فين؟ صلاح جه هنا. صلاح جه على الناحية الشمال، الناحية اليمين دي من ساعة بداية الماتش أصلا. دقيقة 60 هدف التعادل. الله يمزح. هو في ايه؟ هو حد قال لهم ان الجول الناحية هناك كده بيطرش على قلبك. اللي بيعملوا المنتخب حرقه الدم بتاعت المنتخب غير مشاريع. يا جدعان انا اصلا بص اقول لك حاجه، انا اصلا ما كنتش جاي اتفرج على المنتخب. بص الفخامه. بس لما قال لي فزاني يا باشا فزاني اسبريسو كافيه. قلت ما خلاص اروح بقى يا باشا. بس الناس انا اقسم لك بالله ما كنت اتفرج على المقاتيل دول. الناس دي بتجيب العظمه دي منين؟ والله العظيم بجد. يعني ايه الشغل؟ انا خايف ابوظ المنظر. والله خايف اكل المنظر يبوظ. خلي بالك بقى كل بالشوكه والسكين. جايب لك شوكه بس. في طعم كراميل كده محطوط عليه. بالله عليك بص انا خلصت. في طعم كراميل محطوط عليه كمان. هو البتاع ده ايه؟ كوكتيل ده ولا ايه ده؟ اضرب مع بطاطا. ده ايه دي؟ فراوله يا عم. ده عليه صوص كمان، صوص فراوله، صوص ما جوعنيش بقى. ريحته طلعت. طب عملت تقربه من مناخير امي ليه؟ ما تبعد يا عم. لا جامد قوي. انت الحاجه الوحيده اللي عندك شغاله مناخيرك. ابعد. ايوه تمام. ابعد بقى عني. استنى بس اما ندوق دي. شوف يا جدعان، شوف بالله عليكم اللي جاي بيقول لك انا ما بشجعش مصر انا قاعد شايل هم المنتخب ومش عايز اكل، والمنتخب خسران وبتنايل على عين امه، وده عمال يضرب ولا فارق معاه. يا عم البتاع مفيش حد حتى جاي من ورا يا راجل. طيب مفيش مشكله اما نبوظها يا عبدو. بس بتاع جامد قوي والله. عليها صوص يا جدعان. اللي ما جاش اسبريسو كافيه فايته كتير. سيبك من الماتش. فايته كتير بجد والله. بص يا عبدو تختار ايه؟ قلت
على طول. اختار فين الشايب في دول؟ ما ينفعش ماتش المنتخب مع المشاريب العظمه دي، لان المنتخب بيضيع طعم الحلاوه بتاعت والله انا لسه ما جربتش اللقمه اللي هو عايز يطف عليه مش عارف. المنتخب بتاعنا حرفيا يوقف اللقمه في زورك. لا اله الا الله، الله يحرقك يا نني. خش يا فضايق. حط في البعيده على فكره اللي هو مثلا، بس انا من الناس اللي التفاح بحب اكله زي ما هو، ما بحبش احكم عليه حاجه. يعني كذا مره ان انا اجرب حاجات زي كده، مثلا محمد اخويا تلاقي مثلا جايب حاجه سلطه فواكه حاجه زي كده مثلا، حاطط عليها صوصات بقى مش عارف شوكولاته ونوتيلا ما التفاح ذات نفسه لو معاه حاجه ثانيه ما بحبوش. التفاح مسكر ما تحطش عليه حاجه ثانيه بتخلي التفاح مر. لكن دي ده بصراحه لا ما حسيتش التفاح وحش. انا كنت قلقان منها بصراحه. تريزيجيه ما كرمناش حلو. اي حد مكانه، اي حد والله اي حد مكانه ماشي. بص اول ما الماتش يقف، بعمل كده؟ اول ما الماتش يقف كلها بسرعه قبل ما المنتخب يلعب. المنتخب هيلعب هتقف في زورك. عملت كده كلهم بيعملوا حركه قاعد يقولوا فوق على امك يا ابن هتكف اللقمه حرام والله مش نافعه. بس زي ما انت بتقول فعلا كده، لما اول ما تطلع بره ولا يحصل في حاجه ناكل كل بسرعه بسرعه. العب 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 العب. بص مش لازم بص هتف ده انا تروح راكنها عشان هتفها اهو. شفت اهو والله فعلا بقى. يا نني خد سلاح وروح. اقسم لك بالله الولد مرموش عمال يون بطل جري الولد. مصر يسجل التعادل عن طريق عمر مرموش الراجل المجتهد اللي بذل كميه مجهود مش طبيعي، ونداء من الشعب المصري للكابتن محمد النني والكابتن محمد صلاح. خدوا حجازي، خدوا حجازي وامشوا. ولا فرق معاه رطوبه عشان ما يجيش يقول لك ده رطوبه عاليه. حلو امام تيجي يقول لك الرطوبه عاليه. رجاله المنتخب اللعيبه المحليه موته نفسيها، المحترفين مش عايزين منكم حاجه. الدوس ده صح، وايه اللي عمله عبد المنعم ده؟ ابونا بيعمل لها كده بيفوتها عشان هو بيشخر له، بيقول له انت عملت ايه؟ مش عايزين حاجه من المحترفين ولا من المحليين. احنا مش عايزين منكم الله يحرقكم جاز يا اخي. الله ينعل ميتين ابوك واحد هياخد بلانتي. هياخد بلانتي. بالاصرار والتحدي منتخب مصر بيسجل الثاني. اصرار من تريزيجيه واصرار من مصطفى محمد. 2-2. كولينج بريك. نلحق. الكولينج بريك هم ياخدوا هو يشربوا ميه واحنا اسبريسو كافيه. واحنا نضرب بتاع قنبله دي. اسمها قنبله. انا اسال قوي. لا انا اسال اسمها ايه؟ العب يا اخي اهو. عاشور كده بيلعب مع كرة خلاص. النني كان هتحس ان هو عامل له زي الخازوق كده في الملعب، لا منه بيدافع ولا منه بيهاجم ولا منه سايب الناس تلعب براحتها. يعني حمدي فتحي لو تلاحظ من ساعه ما النني طلع هو ولا بيدور. ماشي انا بتكلم في الشويه دول، الشويه اللي عملهم دول 10 على 10. بيدي لزمايله ثقه ان الكوره في رجلينا، وان احنا نقدر نفضل محتفظين بالكوره، نقدر ان احنا نلعبهم، نقدر ان احنا نمشي الماتش بمزاجنا. الدقيقه خلاص داخله على 80 اخر 10 دقائق. هو النني دلوقتي اصلا مركز فيما بعد الكوره. الراجل فتح نادي في انجلترا. يا ابن اللعيبه يا قدوس، يا ابن الاخر يا ابن الحريفه. لا اهدى. روح يلا خد فاول طيب اعمل اي حاجه. فرنسا غلط. حلوه امام. الله انا كده احبك بقيت راجل كده عاجبني. حلوه يلا ماشي. عايز تحس ان هو فصل معاه شادر بصيه حتى. ايوه عم قطع الملعب. حلو 85 يا حاج. حلو اصلا ما لعبش غير عدل من غير بعد ما طلع صلاح. يقول لك اصل صلاح افتقدك يا عم. علينا النعمه احنا بقى لعبنا احسن من غيره يا راجل. والله كل ما تشيل حد
تبع صلاح يعني من بعد ما اتصاب صلاح، وطلع النني اللي اصلا اللي جايبه المنتخب صلاح، والدنيا سلكت. ارفعها يا اخي ارفعها. حلوه يا مصطفى، حلوه يا مصطفى. والله يا مصطفى محمد ممتازه. مصطفى فتحي والله ممتاز. منتخب مصر لعب شوط تاني بعد اصابه محمد صلاح، وبالتحديد شويه بعد خروج محمد النني، شوط ما اتلعبش من 2010. شوط مصري ما اتلعبش من 2010. مش كده هيجي حد بعدين يقول لك انت ما بتحبش صلاح، انت مستعصي صلاح. يا عم انا بره في الملعب يا عم. انا في الملعب. شوط مصري على المستوى التكتيكي والطلوع بالكوره وتمويت النفس والقتال على كل كوره من كل لعيب ما اتلعبش من 2010. لا هو ان شاء الله صلاح ما يلحقش الماتش الجاي. يا ريت والله. انا عايز المستوى ده. قلت لك ايه قبل كده على الشناوي؟ محمد الشناوي في الوقت اللي كل الفرقه بتكون خرا بيكون الشناوي بيلعب احسن ماتشات. في الوقت اللي كل الفرقه بتبقى فايقه وبتعمل مستوى محترم جدا بتلاقي الشناوي الحلقه المفقوده واضعف نقطه في المنتخب المصري او في الاهلي. هو الشناوي كده على طول، هتلعب حلو وهتقدم كوره هتلاقيني خرا، هتلعب وحش وتضغط وبتاع وتبقى العمليه مش فارقه، هبقى احسن واحد في الماتش وتقول ياه الشناوي ده اجمد واحد. هو الشناوي كده. القاعده بتاعت الشناوي دي استثناء واحد، صن داونز بيلعب خرا معاه. حلو يا امام، حط له هنا حط له هنا. شوف هنا شوف هنا اهو يا عم شوت في الجول يا عم. اهو يا عم بلا عمرك تعمل تحطها في الجول زي ما بتحطها بتبيع وش رجلك يا عم. يا شناوي يخرب بيت امك يا شناوي، يخرب بيت امك يا عمي. والله الشناوي بيدور يعني يا دين النبي. الشناوي بيحب يصنع الحدث. عايز اعكن عليه عايز اعكن عليه. خلص يا حاج صفر حاج. انت لا اعمل كده ما عملتش ايدي. الحمد لله منتخبنا بيتعادل مع منتخب غانا 2-2 في انتظار لقاء كاب فيردي مع موزمبيق بكره، وفي انتظار منتخبنا على منتخب ديربي يعني كاب فيردي، لان مالناش حل تاني، لازم عشان نصعد نكسب كاب فيردي. قصه خلصت. شكرا لكم يا جماعه وان شاء الله نصعد باذن الله.